السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول ونسمي الله. معايا هنا حبايب قلبي ايه حاجة اسمها الباكلاويز او الجندوفلي. الناس بتسميه كده والناس بتسميه كده. طبعا احنا هنا معانا بغسله كويس كويس جدا جدا تحت المية، بس قبل ما اغسله كم مرة بنقعه بمية وملح علشان بيبقى فيه رملة، ولازم نشطفه كويس جدا جدا. هو متعب جدا جدا في الغسيل، لكن ايه لازم نعمل الخطوات دي علشان نعرف ناكل حاجة كويسة ونشرب شربته. بتبقى تحفة يا بنات، شربته جميلة جدا جدا جدا. انا دلوقتي بعد ما نقعته بالملح فتح معايا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. خلاص انا غيرت له الميه كم مره مع ميه جاريه كده زي ما انتوا شايفين، علشان ايه بالمصفى. حاطه المصفى كده والبوله تحت علشان اي رمله تقع في قاع البوله. و إيه ما ينفعش ان هي يعني ايه لازم نغسله كويس جدا جدا. اهو اتفتح زي ما انتوا شايفين كده معايا اهوت. طبعا في كام واحده ما كانتش مفتوحه، طبعا انا رميتها علشان لو هي ما اتفتحتش هتفضل فيها جواها رملة، وهيبقى الشوربة فيها رمل، والبقلاويز بتاعنا هيبقى من جواه رمل، وهيبقى مقرمش معاكم كده، مش هتستطعموا بالطعم بتاعه. فأي يعني أي ملحوظة، اي واحدة مقفولة ترموها فورا، ما تتحطش خالص مع بقية البقلاويز بتاعنا. تمام كده انا صفيته كويس جدا جدا. وقلت زي ما قلت لكم معايا معلقه ثوم مفروم. طبعا ريحه الثوميه بس تطلع كده، وهضيف البقلاويز بتاعنا. طبعا المشهد بتاع الثوم دوت اتمسح معايا، ما كانش متواجد، مش عارفه في ايه. فانا ايه بقول لكم اهوت توميه، يعني تشمي ريحه التومه. اول ما التومه ريحتها تطلع تقوموا يدوا في البقلاويز بتاعنا. طبعا بتفضلي تشوحيه كده حبيبتي لحد ما يعني ايه تفضلي تشوحيه كده بالتومه. وتحطي البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عباره عن معلقه من الملح، معلقه من الكمون، طبعا الملح حسب الرغبه، معلقه من الفلفل الاسود. تمام يا حبيبتي. لحد كده طبعا انا بغلي ميه علشان الشوربه بتاعتنا لازم ننزل ميه سخنه عليه. تمام كده. لحد كده حبيبتي انت وهي، وطعمه كان حكايه يا بنات. ما تنسونيش باللايك والاشتراك والشير عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا معايا هنا طماطمايه مقطعاها بالطريقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ضفتها بعد البهارات او قبل البهارات اللي انتوا عايزينه. وكده بقلبهم كويس عشان ايه البهارات يندمجوا مع بعض. وخلاص كده حبايب قلبي، هسيبها تتشوح شويه وبعدين هضيف الميه السخنه بتاعتنا. طبعا انا بقلبها تقلبتين كده عما الميه تسخن، وارجع اضيف الميه السخنه بتاعتي. هتغلي غلوتين اتنين بس، علشان طبعا لو انتي سبتيها يعني سبتيها على النار كتير هتجلد منك ومش هتبقى حلوه معاكي. فاحنا هنسيبها غلوتين اتنين بس، وبعدين هنطفي عليها وهتشوفي الوقت ايه في التقديم شكلها عامل ازاي. هنا لسه ما ضفتش الماء حبايب قلبي. ايه رأيكم فيها؟ انا هنا بقول لكم ايه رأيكم فيها. شفتوا شكلها اتفتحت خالص ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وكان ريحتها جميلة جدا يا بنات. جربوا الوصفة دي، هي ليها كام طريقة بس انا حبيت ان انا اعملها بطريقة سهلة وبسيطة. واي واحدة لسه يعني ايه داخلة المطبخ جديد مش هتبقى صعبة معاها يعني. هتعملها بمنتهى السهولة. انا دلوقتي ضفت المية السخنة بتاعتنا، هي شربتها كانت خطيرة جدا جدا. شفتوا شربتها حلوة ازاي؟ وطعمها كان احلى يا بنات، وريحتها كانت تجنن موت 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 موت. وبألف هنا وصحة على اللي هيجربها، وألف وصحة على اللي أكلها، وألف هنا وصحة على اللي أكلها. وهنا هنا بقول لكم غلت غلوتين وطفيت عليها، وده الشكل النهائي. ايه رأيكم؟ ما تنسونيش باللايك لايك 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 لايك. ومع ألف سلامة حبايب قلبي. باي باي. أشوفكم في فيديو جديد وفي رعاية الله. مع ألف سلامة. كل سنة وانتم طيبين.